بداية نبارك هذا الاجتماع الرهيب لجرحى الحرب في شمال شرق سوريا، فيدراسيون جرحى الحرب في شمال شرق سوريا. راح يتم إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل غرب ألدار خليل. انعقاد المؤتمر أو الكونفرنس الثاني لفيدراسيون جرحى الحرب شمال وشرق سوريا على أمل أن يكلل بالنجاح، وأنحني إجلالا وأكبارا أمام ذكرى الشهداء، وأحيي جميع الجرحى الحرب اللي أصيبوا في أثناء معارك المقاومة واللي أصيبوا في هذه المرحلة وجميع المراحل، وبقيوا ملتزمين بالمبادئ والأهداف التي ناضلوا من أجلها. طبعا الانعقاد هكذا كونفرنس أو مؤتمر له أهمية كبيرة، باعتبار إحنا نعيش ظروف صعبة وحساسة، نعيش مرحلة حساسة، مرحلة وضع البلد معروف لوين وصلت الأوضاع، مو بس سوريا، كل المنطقة. نشوف بلدان الشرق الأوسط كلها تعيش أزمات متتالية. لذلك انعقاد الكونفرنس وتنظيم الصفوف له أهمية لمواجهة التحديات الموجودة والنجاح في المهام الموكلة علينا جميعا بهذه المرحلة. رفاق الجرحى الذين قاموا بتضحيات في شمال شرق سوريا، الذين قاموا بدحر أكبر قوة إرهابية بالعالم، والكثير من الرفاق انجرحوا في هذه المعارك. حتى نستطيع أن نقول رفاق الجرحى شهداء أحياء الذين يقومون بحماية الثورة وحماية مكتسبات الثورة. والهجمات الآن على شمال شرق سوريا وبحماية القوات العسكرية ضد هذه الهجمات، الكثير من الرفاق انجرحوا في هذه المعارك أيضا، في معارك عفرين، راس العين، تل أبيض، ومعارك ضد داعش. وهذا دليل على تماسكهم بتراب الوطن، وهذا دليل على حبهم لبلدهم، وهذا دليل على السير على خطى الشهداء. والرفاق يعرفون الهجمات الآن، هجمات الدولة التركية وهجمات القوات والأجناد الخارجية على مناطق الشمال شرق سوريا مستمرة. والاجتماعات الأخيرة قرروا بالهجوم على شمال شرق سوريا، وخاصة الاجتماعات الأخيرة اجتماعات استانا واجتماعات طهران. بشكل غير مباشر الدولة التركية بده يهجم عن طريق الطائرات المسيرة، وبالتالي النظام السوري أيضا بده يحرك العشائر ضد الإدارة الذاتية. وهذا هو قرار اجتماعات طهران والسوتش. عند الحديث عن الإصابة التي تعتبر بمثابة شهادة، وفي الوقت الذي يغفر للشهيد أخطاءه بعد استشهاده، فإن ذلك لا ينطبق على المصاب، بل على العكس تماما. لا يقبل للمصاب أي خطأ، وعلى المصاب أن يعطي لحالته حقها.